اوكي، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ سجلت فيديو عن القصير وحكيت بيه هواية وسويت بيه هواية افكار يعني هواية سويت تعديلات عليه وما ادري شنو وحكيت بيه هواية، بس اكتشفت ان الفيديو بيه مشكلة من خلص التسجيل. فحبيبي والله يا ريت اللقطات موجودة. الفيديو صار عبارة عن صورة واقفة، فحبيبي والله ما قدرت اسوي شي من اللقطات ولا قدرت اطلع لقطات حلوة، بس حبيبي والله. المهم، فمثل ما تشوفون سويت هذه. راح تقولون ليش سويت الارضية هيك يا احمد؟ على مود الاضاءة، ما اريد اخلي شغلات اضاءة بالقصر لان احس راح تصير شلون تخرب الشكل، بس انا بنفس الوقت سويته كلش عالي، وهاي الاضاءة مالته خلينا نقول حتى تقريبا لهنا والباقي يصير اظلم. شوف الفرق يعني. فحبيبي والله نحل هاي المشكلة بعدين، لان شوف اكو اضاءات جديدة حاطتها ماينكرافت. فحبيبي والله كتبني بالسقف لان راح اسوي طابق عن القصر، لان اخلي هاي الصالة او هنا راح يكون العرش مالتي واللي تعرف يا حبيبي والله. المهم هنا راح يكون العرش مالتي، وهنا هيج غرف ما ادري شو احط بها للان ما مفكر، بس ستيل مطبخ شو شنو. هنا خليت درج وراح اخلي درج هنا بعد. ليش لا؟ لانه فخلي نكمل نسوي الدرج. اوكي، الشكل الاولي خلص. اخ تعبت. اوكي، طبعا هنا دخلت ما جاي اعرف شلون اسوي هذا. اتوقع لازم ادمر هذه لانه مسوي لنا مشكلة. هذا من الاساس اصلا. هذا سوى هاي القبة اللي تكون قبة، يعني ما اعرف شلون اسويها. يمكن هيجي لازم، والنوبة هيجي. ايه تقريبا هيجي. حلو، هسه تمام الوضعية. ايه، اول قبة سويتها كايند اوف. نبدأ بالقبتين الصغار انه بالقبة الكبيرة نشوف شلون نحير بيها بعدين. واخيرا خلصت القصر مالتي. يا الله تعبت. بس بهاي القبة اخذت لي نص ساعة. خرب انه، بس والله الشكل يعني نوعا ما حلو. اوكي، شغلة انا ما سويت لها حساب، واللي هي قصر بعيد، يعني ماكو فد ملتقى يعني. فانا راح اسوي فد، خلينا نقول شغلة، راح ابني طريق للبيت للقصر يعني. او لحظة، انا فكرت بشي ثاني. اوقف، ما انه حاليا خلصنا بناء القصر تقريبا، بدي اسوي شلون السياج هيج تقريبا هالعلاته، يعني مو كلش عالي هنا لا، هيج هالعلاته يمتد منا فد مساحة معينة. حتى هنا شلون اخلي حديقة او اخلي وات ايفر، واخلي ممر معين. اتوقع هيج كافي لان كلش بعيد. وتقريبا من هنا، ايه من هنا راح اخلي السياج هيجي. لو اسويه اطول، لا كافي هيجي. هسه من هنا راح يكون السياج، ومن هنا راح تكون البوابة. حلو، هسه خلصنا السياج مالتنا. هسه نحط ديرت. المنظر صار احلى.
والله المنظر صار حلو، تحسه من صدق هسه بين قصر، تحسه هسه من صدق بين قصر مو بس بناية وخلاص، صار بيه حياة من حطيت لهذا الخبر. خلصنا الجزء الأول، هسه نبدأ الجزء الثاني. اوكي صارت ساحة لقدام كلش حلوة بصراحة، ما عدفت فكرة بعد. اوكي هل اعلي السياج لو اخليه هو على علاته؟ ما اعرف، احس اعليه فد 3 طبقات، هيك احس مناسب. احسه مو حلو هذا، ما عجبني. اوكي بصراحة ما اعرف شو اخلي بداله، قلت اخلي هذا بس شو هذا هم ما عجبني، ما ادري شلون احس شكله شي من العصور الوسطى. فانا قلت راح الغيه وانتظر اقتراحاتكم احسن شي، بس رجاء لا تقولوا لي غير التصميم مات القصر رجاء، لان صدق تعبت عليه وانشقيت نصين، مع ان انا بعدني ما كملته الامانه، خلى كلمة نسيته وحرته. اوكي خلصت هذا المكان، احسه فاول، كان ببالي اسوي شي بس ما ضبطت فخلصته. هذا المكان كان ببالي اسوي شي معين وهاي بس ما ضبطت وياي، فحبيب والله خل اكمل القصر خاصة للاخير، لان انا ما ادري التهيت بالشغلات الخارجية ونسيت القصر، فحبيب والله. كان ببالي خلي هذا المكان كله زجاج وما ادري شو، بس بواعيد قلت الفكرة غبية بصراحة، فلغيت الفكرة. اوكي راح تسألوني احمد ليش خليت هاي السقف هم اضاءة هيجي؟ لانه اضاءة. فهسه اشرح لكم الموضوع. اخلي السقف هماتين، راح ابني سقف من هنا بس بنفس الوقت اريده شي يخلي الضوء يخترقه، يعني مو يسد الضوء. اتوقع هذا الموضوع الصوف يسوي، بس انه اخلي السقف صوف احس الموضوع اوفر، بس اشوف ان شاء الله. ما ادري شو ما ادري شلون راح احل الموضوع هذا. الباب بصراحة ما ببالي شو اخلي باب، هذا الباب حلوة، قصر هالعملاق هذا الباب مالته القدوته. اوكي خلي الباب هماتين من هنا. هذا المكان درج خليته، خلي اسد هذا المكان. طبعا انا اسوي التصميم الاولي، الباقي عليكم انتوا راح تقولوا لي وتقترحوا لي المواضيع، واشوف الفكرة تعجبني اسويها، واذا ما عجبتني اغلس عليها، لان هي السلسلة بالاول وبالتالي تعتمد على رايكم انتوا. اوكي رحت اخذت لي رست تقريبا 3 ساعات وتشقيت، سبحت صليت تغديت شابت بيبسي، طلعت اشتريته من المحل وجيت. اوكي خلصنا القاعة الرئيسية حاليا بالقصر مالتي. تحس المكان ما شلون اوصفه، ويرد، بس خلي اجرب الصوف هل يخفي الضوء. على ما يبدو يخفي الضوء، شوفوا زين اقدر كانت ما اقدر احطه هنا. اول راح اخليه مثل ما هو، بعدين اشوف الموضوع شلون يصير من فوق. بصراحة للآن انا راح اخلص، راح اختم الحلقة. ليش؟ لان حاليا افكاري خلصت، يعني سويت التصميمات القصر اللي شكله مو قصر، شكله بيت كبير، ف ما ادري ما يبين الا من بعيد، فحبيبي والله. اوكي يا اخوان، للان انا خلصت القصر مالتي، اذا تقدر تسميه قصر اصلا. بصراحة تعبت بيه كلش، تعبت تقريبا كم ساعة طولت بيه. هذاك الاسبوع تقريبا اخذت بيه 3 ساعات على ما افكر واصمم، واستعانيت بالاوتوكاد. طبعا ذكرت هالشي بالمقدمة مالت التسجيل ذاك، بس للاسف تسجيل خرب ذاك. فبالاضافة سهم كم ساعة تقريبا هم ساعتين، كان تقريبا بالمجمل 5 ساعات الى 6 ساعات اني بس بناء وتفكير. فحبيبي والله فاخذ من عنده وقت كلش هواية. والتهم مالته طبعا ما كمل، لان بعد بيه هواي امور، هذا بس الهيكل مالته، باقي هواي امور ما سويتها. مثلا الحديقة عندي ما عندي افكار الها حاليا، انتظركم انتو تعطوني افكار. يا صديقي اكتب بالتعليقات حتى اشوف فكرتك، اذا عجبتني 100% راح اطبقها، واذا ما عجبتني ما ادري. فحبيب والله راح اربط القريتين بطريقة ما. اوكي يا اخوان، طبعا شوي سويت ترتيبات بالطريق، يعني ترتيبات بسيطة، يعني ما تلاحظوها، يجوز بس انا لاحظها يعني. حبيب والله
سوت الطرق. جاي افكر انه مشكلة هاي صار على البحر، فهي اشي حلو ومو حلو بنفس الوقت يعني. جاي افكر انه اترس المكان ديرت، ما ادري، اكتبوا لنا بالتعليقات ارائكم، شوف ايش راح اسوي بيها. وذاك القصر مالتي، فحبيبي والله. اوكي يا اخوان، فلا تنسونا من لايك وشير سبسكرايب. بيس.